ارتفاع درجات الحرارة تتغير احتياجات البشرة والجسم، لذلك لا يكفي استخدام نفس الروتين الذي نتبعه في فصل الشتاء. في هذا الفيديو سأشارك معك خطوات بسيطة وعملية تساعدك على الحفاظ على نضارة بشرتك وراحة جسمك طوال فصل الصيف. أول خطوة للعناية بالبشرة تبدأ من الداخل. شرب كمية كافية من الماء يساعد على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما أن تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والبرتقال يساهم في ترطيب الجسم ودعم صحة البشرة لتبقى نضرة ومشرقة طيلة فصل الصيف. في الصيف يزداد إفراز الدهون والعرق، لذلك من الأفضل تنظيف البشرة مرتين يوميا باستخدام غسول لطيف يناسب نوع بشرتك، مع تجنب الإفراط في الغسل حتى لا تفقد البشرة توازنها الطبيعي. كثير من الأشخاص يعتقدون أن البشرة لا تحتاج إلى الترطيب في الصيف، لكن الحقيقة هي أن الترطيب يساعد على الحفاظ على حاجز البشرة. اختاري مرطبا خفيفا بتركيبة جل إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة. يعتبر واقي الشمس من أهم خطوات العناية اليومية، فهو يساعد على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي قد تسبب التصبغات وظهور علامات التقدم في السن. ويفضل استخدام واق بعامل حماية مناسب مع إعادة وضعه عند التعرض الطويل للشمس. يحتاج الجسم أيضا إلى العناية في الصيف. يمكن تقشير الجسم مرة أو مرتين أسبوعيا لإزالة الجلد الميت، ثم استخدام لوشن مرطب للحفاظ على نعومة البشرة مع التركيز على المناطق التي تجف بسرعة مثل الركبتين والكوعين. لا تنسي الشفاه، فهي تتأثر بالحرارة وأشعة الشمس أيضا. ويساعد استخدام مرطب شفاه بانتظام على منع الجفاف والتشققات. قد يجعل التعرض للشمس ومياه البحر أو الكلور الشعر أكثر جفافا، لذلك من المفيد استخدام بلسم أو مسك مرطب مرة واحدة أسبوعيا. كما يفضل وضع سيروم خفيف على أطراف الشعر للحفاظ على نعومته ولمعانه. من الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها النوم بالمكياج، وعدم شرب كمية كافية من الماء، ونسيان واقي الشمس، والاستحمام بماء شديد السخونة، واستخدام منتجات ثقيلة على البشرة. العناية بالبشرة والجسم لا تحتاج إلى روتين معقد، بل تحتاج إلى الاستمرارية واختيار الخطوات المناسبة. ابدأي بما يناسب احتياجات بشرتك وجسمك، وستلاحظين الفرق مع مرور الوقت. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسي الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. وأخبريني في التعليقات ما هي الخطوة التي لا تستغنين عنها في روتينك الصيفي. أرى تعليقاتكن جميعا وسأكون سعيدة بقراءتها. إلى اللقاء في فيديو جديد.